لو بتحبي تعملي القراقيش في البيت لازم تجربوا الطريقة دي، دايبة جدا جدا وكمان طعمها حلو ومرقة قوي من جوه. هنجيب كيلو من الدقيق ونحط معلقة صغيرة من اليانسون والشمر مطحونين كده، معلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة ملح و3 معالق كبار من السمسم. تقدروا تزودوا اي حاجة من المكونات الجافة دي زي ما انتوا عايزين، بس الكيلو دقيق طبعا ثابت. هنحط كوبايتين من السمنة البلدي او اي نوع سمنة متوفر عندكم وربع كوباية من الزيت. لازم بقى نبست المواد الدهنية دي كويس جدا جدا مع الدقيق، وبعدين هننزل بعد ما بسيناهم كويس وقت كويس يعني حوالي 10 دقايق. هنحط كوبايتين من الحليب الدافي كامل الدسم. هنبدأ كده بإيدينا ندخل كده الحليب في العجين لحد ما نحصل على عجينة طرية كده مش ملزقة خالص، ما عجناش ولا أي حاجة. هنحضر بقى الحشوة ونسيبها متغطية على جنب. جايبة 600 جرام من التمر المهروس وحطيت عليه قرفة ومعلقتين من السمنة أو معلقتين من الزيت. وبعدين أخدت جزء من العجينة فردتها مستطيل، وبدأت طبعا أحشي التمر اللي كنت عاملاه رولات. الفرن بتاعنا هيكون ساخن درجة حرارة 180. هنحطها على الرف التاني من تحت، هتاخد معانا تلت ساعة لحد ما تاخد اللون الذهبي من فوق ومن تحت، وبعد كده تبرد بقى وقدموها بألف هنا جنب أحلى كوباية شاي في الدنيا. ما تنسوش تحفظوه في علبة محكمة الغلق.